أنا سعيد لرؤيتك هنا دكتور زاكر. اسمي تريك وأعمل مهندس. أنا آسف دكتور زاكر، فسؤالي لن يكون عن الإرهاب، لكن سأحاول أن أسأله باختصار شديد. طبقا لسورة الزخرف رقم 43 الآية 61، وهذه السورة تقول عن عيسى: وإنه لعلم للساعة. فهل هذا يعني أن عيسى سوف يأتي كآخر الأنبياء، أم أن النبي محمد هو آخر الأنبياء؟ فإذا كان النبي محمد قد جاء كآخر الأنبياء، فتحديدا من هو المسيح أو عيسى أو جيسوس؟ وشكرا لك. سأل الأخ سؤالا جيدا جدا، وقد اقتبس آية من القرآن تقول أن عيسى عليه السلام سوف يأتي كعلامة على الساعة. فهل هذا يعني أن عيسى عليه السلام هو آخر الأنبياء، أم أن محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء؟ لقد قال القرآن بوضوح في سورة الأحزاب السورة 33 الآية 40: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. النبي محمد لم يكن أبا أحد من رجالكم، أي لم يكن أبا أحد منكم، ولكنه رسول الله، رسول من الله وخاتم النبيين. فالقرآن جاء شديد الوضوح في سورة الأحزاب الآية 40 أن محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، ولن يأتي بعده أنبياء آخرون. وصحيح ما ذكرت في سؤالك أن عيسى عليه السلام سيأتي كعلامة على الساعة. لقد قال القرآن ذلك، وحتى الإنجيل ذكر ذلك أيضا في إنجيل يوحنا أن عيسى سوف يأتي مرة أخرى، والقرآن قال ذلك أيضا. فلماذا؟ عيسى عليه السلام هو النبي الوحيد من كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى الذي أساء من اتبعوه فهم ما جاء به، وأنه ادعى أنه إله. هل أنت مسيحي؟ نعم أنا كذلك. هل تؤمن أن عيسى إله؟ نعم، لديه الألوهية، وهذا ما أخبرتك به، أن عيسى هو النبي الوحيد الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وادعى تابعوه أنه إله. سأناقشك لاحقا حول كون عيسى إله بعد إجابتي على السؤال. لأن أتباع عيسى عليه السلام زعموا مخطئين أن عيسى إله، لهذا السبب تحديدا قال الله في القرآن في سورة النساء السورة 4 الآية 158 أن الله رفعه حيا، رفعه الله إليه حيا لأنه النبي الوحيد الذي قال تابعوه أنه إله. عندما يأتي مرة أخرى لن يأتي برسالة، سيأتي متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما يقوله الله في القرآن في سورة المائدة السورة 5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فطالما اكتمل الدين لن يحذف إليه ولن يضاف إليه، ولكن عيسى عليه السلام سيأتي لكم يوضح أنه لم يدعي الألوهية. يقول القرآن في سورة المائدة السورة 5: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فعندما يأتي ثانية سيوضح أنه لم يزعم الألوهية أبدا، وهذا في الإنجيل أيضا. فإذا قرأت الإنجيل اليوم فالإسلام هو الدين الوحيد غير المسيحية الذي يجعل الإيمان بالمسيح عيسى عليه السلام ركن من أركان الإيمان، فلا يكون المسلم مسلما إلا إذا آمن بأن عيسى رسول من الله. نحن نؤمن أنه واحد من أعظم الرسل الذين أرسلهم الله تعالى. نحن نؤمن أنه المسيح. نحن نؤمن أنه ولد بمعجزة من دون أي تدخل ذكوري، وهو الشيء الذي لا يؤمن به بعض المسيحيون أنفسهم. نحن نؤمن أنه أحيا الموتى بإذن الله. نحن نؤمن بأنه عافى الأكمأ والأبرص بإذن الله. المسيحيون والمسلمون يسيرون معا إلى الآن، وقد يسأل أحدهم أين مفترق الطرق؟ إذن مفترق الطرق هو أن معظم المسيحيين يؤمنون أنه ادعى الألوهية، يؤمنون أنه إله. وفي الحقيقة إذا قرأت الإنجيل كله فإنه لا توجد جملة واحدة واضحة المعنى وغير غامضة يقول فيها المسيح بنفسه أني إله أو اعبدوني. إذا استطعت الإشارة إلى أي جملة في أي نسخة من نسخ الإنجيل قال فيها المسيح بنفسه بجملة واضحة غير غامضة أني إله أو اعبدوني، فأنا دكتور ذاكر نايك مستعد أن أعتنق المسيحية اليوم.
أنا لا أتحدث نيابة عن إخوتي المسلمين والمسلمات، أنا طالب في مقارنة الأديان. وفي الواقع إذا قرأت الإنجيل فالمسيح عيسى عليه السلام بنفسه يقول في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 الآية 28: قال عيسى المسيح عليه السلام: أبي أعظم مني. في إنجيل يوحنا الإصحاح 10 الآية 29: هو أعظم من الكل. في إنجيل متى الإصحاح 12 الآية 28: ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين. إنجيل لوقا الإصحاح 11: ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين. إنجيل يوحنا الإصحاح 5: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني. أي إنسان يقول ليس بمشيئتي بل بمشيئة الله فهو مسلم، فعيسى عليه السلام كان مسلما، لم يقل أبدا أنه إله. مذكور في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 الآية 24: قال عيسى عليه السلام: والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلني. مذكور في إنجيل يوحنا الإصحاح 17 الآية 3: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. مكتوب في سفر أعمال الرسل الإصحاح 2 الآية 22: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون. فإذا قرأنا الإنجيل نستطيع فهم نفس ما قاله القرآن، وهو أن المسيح كان رسول الله وهو لم يدعي الألوهية أبدا. فإذا قرأنا الإنجيل سنعلم أن تلك تعاليم الكنيسة. لكي تفهم المسيحية ليس عليك اتباع المسيحيين بل عليك اتباع الإنجيل. لكي تفهم الإسلام لا تنظر للمسلمين بل اقرأ القرآن الكريم والحديث الصحيح. ولذلك رفع الله المسيح إليه لكي يخبر الناس الذين يؤمنون بما تؤمن به، ولكل من زعم أن عيسى لم يكن رسولا ولكنه كان إله. سيأتي لكم يوضح من هو ومن كان ويؤمن بما آمن به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه لم يقل أبدا أنه إله بل قال: اعبدوا الله إلهي وإلهكم. أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك. Thank you. Can we take the next question from the sisters? Assalamu alaikum everyone here. My name is Revati. Brother Zakir, I'm your great fan. I'm very much enlightened by your talks and lectures on Islam and comparative religion. I have been reading Quran and I have a lot of Muslim friends. I'm from Singapore, born and brought up in India. I have some questions and please clarify. Thank you so much. My question is, can we relate the regeneration of skin for hellfire as stated in Quran